يا ترى مين حبيب ياسمين عبد العزيز الخفي اللي قالت عليه ليلى عبد اللطيف؟ وازاي اقنعها تخلف منه رغم ان العوضي قعد 5 سنين جواز بيترجاها تجيب له ولي العهد، وهي كانت بترفض ومكتفية بولادها من جوزها الأول محمد حلاوة؟ وهل ده بيفسر عصبية ياسمين الغير متوقعة لما اتسألت عن الخلفة؟ وحاول العوضي يلطف الموضوع ويعدي اليوم؟ خليك معايا لآخر الفيديو، وخليني أبدأ لك القصة من آخر أسبوع في 2023 لما طلعت ليلى عبد اللطيف وقالت أنا بتوقع إن 2024 هتكون سنة مش كويسة على ياسمين عبد العزيز، وإنها هتطلق من العوضي. الكلام ده اتريقت عليه ياسمين وقالت لها بلاش انت يا ليلى، وتقريبا التريقة دي كانت خوف مش ثقة. عشان بعدها بكام يوم وفي عيد ميلاد ياسمين بتعلن هي والعوض انفصالهم عن بعض بشكل رسمي. اليومين دول الدنيا قامت فيهم وما قعدتش لحد النهاردة. طلاق الخديوي ووحش الكون ما كانش سهل على الجمهور اللي انقسم نصين، نص شايف انهم هيرجعوا لبعض من تاني، خصوصا بعد ما العوض تعب وكانت ياسمين اول واحدة تزوره في المستشفى وكانت بتروح له كل يوم كمان، وجزء شايف إنها عملت كده عشان العشرة مش أكتر، لكنها في الحقيقة عمرها ما هترجع له. قرار ياسمين ده انقسمت الآراء حول تفسيره، فجزء من الجمهور قال إنه بسبب الخيانة، وجزء قال إن قرارها بسبب الخلفة. العوضي لسه في بداية شبابه ونفسه يبقى أب، وهي كبرت ومكتفية بولادها سيف الدين وياسمين اللي مخلفاهم من جوزها الأولاني المنتج الكبير محمد حلاوة. وبما ان ياسمين عبد العزيز نافت الكلام اللي اتقال عن خيانة العوضي ليها وتجاهلت تماما الكلام عن موضوع الخلفة، هنا اتأكد الجمهور ان هو ده السبب الحقيقي. ويمكن ده فسر للجمهور سر عصبية ياسمين المفاجأة لما اتسألت من صحفي عن لو في نونو جاي في الطريق، قالت له نونو؟ ما تسألش تاني، انت قفلتني. حاول بقى العوضي يلطف الأجواء قدام الكاميرات، لكنها كانت بداية النهاية بينهم، عشان العوضي نده على الصحفي ده، بس ياسمين افتكرت إنه عارف الصحفي وخلاه يفاجئها ويقول لها كده قدام الكاميرات يمكن تحن. لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حركة العوضي خلت ياسمين تقلب الترابيزة وبقت هي الحجة للانفصال، وتمسكت ياسمين بقرارها وقرر الطرفين ما يتكلموش في الموضوع في العلن، ونهوا الخلاف بينهم وانفصلوا بطريقة شيك جدا وفضلوا صحاب. لكن يا ترى حكايات ياسمين مع الحب والجواز والخلفة انتهت هنا؟ الإجابة دي جابتها ليلى عبد اللطيف من الكنترول. قالت ليلى عبد اللطيف إن ياسمين هتعيش حالة حب وهتتجوز وتخلف ولد كمان، ورفضت ليلى عبد اللطيف تقول مين حبيب ياسمين عبد العزيز الجديد، ويا ترى ازاي أقنعها بالخلفة اللي ما قدرش الخديوي طول 5 سنين يقنعها بيها. كل التفاصيل دي هنعرفها الفترة اللي جاية،